السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. معكم الدكتور مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. أكيد كل سيدة حامل تتوق ليوم الولادة سواء كانت طبيعية أم قيصرية، فبعد الولادة يبدأ الخوف من مشكل دخول الحمام. فالسيدة التي تلد ولادة طبيعية قد تكون ولدت مثلا بشق عجان وقامت بعمل غرز على المنطقة فتخاف من الدخول للحمام، وكذلك السيدة التي قامت بعمل العملية القيصرية تخاف من دخول الحمام. في أول يوم تكون عملت قسطرة أو عملت أنبوب يقوم بإنزال البول أعزكم الله إلى كيس بلاستيكي، لكن في اليوم الموالي يتوجب عليها الدخول للحمام لقضاء سواء الخروج أو البراز عفوا أو البول. فهنا يكون الخوف، تخاف من الدخول للحمام. كيف سيكون الأمر؟ هل الأمر سيكون مؤلم بعد شيء؟ في هذا الفيديو سأعطيكم نصائح هامة جدا بخصوص هذا الموضوع، كيف تتجنب آلام الدخول للحمام بعد الولادة الطبيعية والقيصرية. فبعد الولادة الطبيعية مثلا لا تصبح عملية دخول الحمام للمرأة أمر سهل كما تعودت، أو بمعنى أدق تتزايد مخاوفها من اتخاذ هذه الخطوة. لذلك فقمت بعمل هذا الفيديو لتقديم مجموعة من النصائح لتجاوز الألم سريعا وإعادة ممارستك للحياة بشكل طبيعي. الألم الناتج عن تمزق جزء صغير ما بين فتحة المهبل والشرج والذي ينتج عنه التدخل بخياطة جراحية تجميلية قد يتسبب في إثارة القلق والمخاوف من دخول المرأة للحمام بعد الولادة، لكن عليك استخدام مناديل الحمام النظيفة في المرات الأولى لدخول الحمام في الضغط برفق شديد على أماكن الغرز لزيادة اطمئنانك بأنها لن تتمزق. على الناحية الأخرى قد يسبب البول حرقة شديدة في الجرح، لذلك يمكنك التبول وأنت تتركين الماء على جسدك، فهذا يقلل من تأثير حمض البول أو الحمض البوليك على الجلد. فمن أهم الخطوات التي يجب أن تحرصي عليها بعد الولادة الطبيعية أن تتجنبي كل العوامل التي قد تتسبب في تعرضك للإمساك أو الإسهال. فالإمساك كما نعرف عندما تكون السيدة تعاني من الإمساك فستضطر للضغط. تلك العملية أو ذلك الضغط قد يؤدي إلى انفجار أو تمزق خيوط الولادة الطبيعية. لذلك أول نصيحة لكم وهي تجنب الإمساك أو الإسهال. حاولي تناول 6 أكواب من الماء يوميا على الأقل، فالماء يسهل من عملية الهضم وكذلك يسهل من عملية خروج البراز. لتجنب الإمساك وتخفيف البول فلا يكون شديد التركيز، فكما قلت ذلك الحمض الذي يكون في البول يكون شديد فستحسين بالحرقة في البول. يعني لتخفيف هذا الحمض قومي بشرب الماء بشكل كبير وبشكل بشكل جيد لكي يمنعك من الإمساك وتخفيف البول والتسبيب بالحرقان في البول. تناول الكثير من المشروبات الدافئة وخاصة ممزوجة بالحليب، مثلا قومي بشرب حب الرشاد مع الحليب، هو يساعد في تنظيف الرحم وكذلك يساعد في عدم الإحساس بالألم في الرحم، وكذلك يساعد في هذه العملية أي عملية دخول الحمام. إلى جانب حب الرشاد هناك الحلبة، يمكنك تناول الحلبة مع الحليب الدافئ كذلك مفيدة. هنا يمكنك تناول كذلك المهدئات، الأعشاب الطبيعية، فهناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تكون مهمة في فترة النفاس وأهمها الحلبة لأنها تزيد كذلك من إضرار الحليب، فلن تشتكي من مشكل قلة الحليب لديك، بالإضافة إلى أنه سيساعدك في تنظيف الرحم وكذلك بسلس البول، يعني البول لن يكون مصحوب بآلام. تناولي الخضروات والفواكه الطازجة خاصة الغنية بالألياف مثل الخس والخيار، وذلك لتجنب الإمساك. يعني حاولي ما أمكن تجنب الأكل الذي يكون غني بالدقيق، مثلا بالخصوص الدقيق الأبيض، فكما نعرف الدقيق الأبيض يسبب مشكل الإمساك بالنسبة للسيدة. أنا الآن أتكلم مع السيدة الحامل أو السيدة التي كانت الولادة طبيعية أو قيصرية، فالإمساك يهم الاثنتين، يعني يجب تجنب الإمساك قدر الإمكان.
مثلا جاءك الإمساك فيجب أن لا تدخلي للحمام قبل وضع دواء يسهل خروج ذلك البراز. هناك دواء معروف في المغرب نسميه زيتالاكس، هو فعال جدا، يعني فقط 30 ثانية أو نصف دقيقة ستجدين بأن الأمر أصبح سهل جدا ولن تحسي بأي إمساك. في الدول العربية للأسف لا أعلم أسماء أدوية تساعد على هذا الأمر. كذلك قومي بالحرص على عدم أخذ دش مهبلي وتعرضك لتيارات الهواء المباشرة. فالتعرض لتيارات الهواء المباشرة تسبب مثلا بتزايد كمية الميكروبات وكمية الجراثيم التي ستنتقل. حاولي ما أمكن الابتعاد عن التيارات الهواء الباردة ولبس ملابس جيدة جدا. انتبهي كذلك لضرورة الاتصال بطبيبك الخاص حال ملاحظتك لأي أعراض غير طبيعية كحرقان في البول شديد، كخروج مثلا دم مع البول. أعلم بأن هناك دم النفاس، لكن يمكنك التمييز بين دم النفاس ودم في البول. فكذلك احرصي بشدة على نظافة المنطقة التناسلية حسب إرشادات الطبيب باستعمال الماء الدافئ وصابون طبي. سيقوم طبيب بوصف صابون طبي، قمي بالغسل باستعماله في الأيام الأولى بعد الولادة، لكن فقط في أول أسبوع. بعد ذلك يمكنك التنظيف في مرة واحدة في الأسبوع فهي كافية. بالنسبة للغرز فهي يجب أن تلتئم بعد 10 أيام من الولادة، يمكنك إزالتها. والغرز التي تكون داخلية ففي الغالب فهي تذوب لأنها تكون مكونة من أنسجة تشبه أنسجة العضل، فهي تبقى حتى تذوب لوحدها. لكن الغرز التي تكون في المنطقة الخارجية فهي إما تقع لوحدها أو يمكن إزالتها، وكما قلت فهي تجف بعد 10 أيام من الولادة ولن يكون هناك أي مشكل. هناك نساء من تتعرض لتمزق هذه الأربطة وهنا قد تحتاج لإعادة الغرز، فهو أمر صعب جدا. لذلك يجب تنشيف المنطقة بشكل يومي، يجب أن لا تبقى مبللة. حاولي ما أمكن بعد كل حمام عمل فوطة خاصة وتنشيف المنطقة، ثم بعمل المحلول الذي سيعطيه لك الطبيب لالتئام الجرح بشكل سريع. في المغرب كنسميه الدواء الأحمر أو رشاشة تسمى لونتي ستاف، فهي تعمل على تجفيف المنطقة، أو لونتي سبراي عفوا، ليس لونتي ستاف، لونتي سبراي تعمل على التئام الجرح بشكل جيد جدا. ويمكن استعمال هذا الرشاش أيضا لسرة الجنين لأنه يساعد على سقوط سرة الجنين بشكل سريع. هذا بالنسبة للولادة الطبيعية. بالنسبة للسيدة التي كانت الولادة قيصرية فكما قلت في اليوم الأول لن يكون هناك دخول للحمام، في اليوم الثاني ستضطرين للدخول للحمام وقد تشعرين بحرقان شديد في المنطقة التي قاموا زرع القسطرة فيها. فذلك الأنبوب الذي كان يقوم بإخراج البول أعزكم الله ستحسين في مكان وضعه بالحرقان، فهو طبيعي، قد يظل من يوم إلى 10 أيام، لا تقلقي. وقد يسبب كذلك صعوبة في البول في أول أيام بعد الولادة، لا تقلقي من هذا الأمر، فهو طبيعي جدا. فقط حافظي على نظافة المنطقة، وحافظي كذلك على استخدام غسول أثناء التبول، وتجنب الإمساك قدر الإمكان، تجنب الأكلات التي تسبب الإمساك كالموز كالمعجنات وغيرها من الأمور. وهذا كل شيء بالنسبة لدخول الحمام بعد الولادة سواء كانت طبيعية أم قيصرية. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.